بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم من داخل اكاديميه الشورى بفرع الساحه الشعبيه مركز شباب شبين، ولقاء خاص وحصري مع الدكتور فتح الله الشورى مدير اكاديميه الشورى لكره القدم، احد اعرق واقدم اكاديميات في شبين الكوم والمشاركه في دوري منطقه الجيزه لكره القدم. دكتور فتح الله برحب بك النهارده معانا. اهلا وسهلا بيك. دكتور، في البدايه طبعا كلمنا عن حضرتك كسيره ذاتيه. الاول انا اتخرجت من كليه التربيه الرياضيه السادات، كنا من اوائل الدفعه. بعد كده خدنا الماجستير من كليه التربيه الرياضيه الهرم. كان مشرفي انا بقى طبعا الله يرحمه المرحوم الاستاذ دكتور مفتي ابراهيم، يعني اكبر مؤلف على مستوى الوطن العربي في كتب التدريب الرياضي وكره القدم، ومدرب الاهلي المصري والاهلي السعودي، يعني فريق اول وناشئين. كان هو المشرف بتاعي، وعملنا ملخص الرساله عن الجمل الخططيه بطريقه مفتي الطوليه. بعد كده سافرنا السعوديه في النادي الاهلي السعودي، كنت موجود كاداري الفريق الاول للنادي الاهلي واداري فني، يعني كنا ماسكين محللين اداء دلوقتي اللي هم شغالين، كنا بنشتغل النواحي الاداريه زائد تحليل اداء التدريب وتحليل اداء. طبعا الكلام ده كان على ورق، كان لسه بقى مفيش التكنولوجيا دلوقتي. خلصنا من هنا، عملنا خطه استراتيجيه للنادي وحققنا بطولات مع النادي الاهلي السعودي. بعد كده رجعنا اقمنا الاكاديميه. بعد ما اقمنا الاكاديميه عدنا تاني نادي العروبه في السعوديه، وكان عندنا هنا 10 فروع. تم انتشار الاكاديميه بمنهج كبير جدا 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 على مستوى الجمهوريه. بعد كده ان شاء الله بدانا ان احنا نركز، وخدنا ملعب غزل شبين، وهيبقى ده بقى ملعب يعني هيجي لنا ناس من القاهره يتمرنوا عندنا، لان هيبقى فيه امكانيات مختلفه عن اي حته تانية. عرفنا بالاكاديميه ومتى انشئت والهدف منها حتى الان. الاكاديميه طبعا من 2010 وهي تم تاسيسها لحد دلوقتي 14 سنه من الانجازات، 14 سنه من بطولات بنشارك فيها، من دوريات بنشارك، مهرجانات بنشارك فيها. الهدف كبير للأكاديمية إعداد جيل من اللاعبين إن هم يكونوا قادرين على إن هم يكونوا أبطال في مجال كرة القدم. بنحاول إن احنا نخلي اللاعب يبقى محترف في مجال كرة القدم من خلال برامج متعددة. طبعا الأكاديمية بتختلف عن أي أكاديمية تانية، ويمكن الحاجة اللي بنشوفها كل أكاديمية موجود فيها عبارة عن مدرب وشوية لاعبين بيعملوا بعض الأداءات، سواء تمرينات رشاقة، تمرينات، لكن مشكلة مصر كلها ما فيش برنامج موحد أو برنامج متكامل مع بعضه. وبنلاقي كتير من المدربين بيقولوا إن احنا عندنا وإن احنا عندنا وإن احنا عندنا، لكن مصر تفتقد إلى هذا الأمر اللي هو التأسيس الرياضي للاعب. يمكن احنا في مؤتمرات كتيرة تحدثنا عن هذا الأمر وشرحنا كيفية إعداد اللاعب بالشكل الصحيح، وأكاديمية الشورى هي نموذج دلوقتي بيحتذى به على مستوى الوطن العربي مش على مستوى مصر. بيجي أساتذة كتير من الخارج، من العراق، من السعودية، من الجزائر، من المغرب، من تونس، سوريا، يعني يمكن من الدول العربية كافة، يعني وخاصة دول الخليج كمان، ان هم عايزين يعرفوا ايه البرامج اللي احنا بنشيء، ايه نموذج اللعب اللي في الاكاديميه اللي احنا بنتكلم عليه. وعملنا محاضرات اونلاين كتير عرفنا فيها الناس النموذج اللي احنا بنشتغل بيه والاداءات اللي احنا بنتميز بيها. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا اعداد للكوادر الفنيه اللي موجوده، يعني ما يبقاش عندنا برنامج وعندنا نموذج، طب كيفيه اعداده؟ طب المدرب اللي عندنا ده هل له فكر ولا لا؟ لا، ده احنا بنراعي فكر المدرب في التدريب. طيب مشاركتنا في دوري منطقة الجيزة اللي هو احنا في المنوفية، اللي هي بتميز الأكاديمية ومخلية الأكاديمية في حتة تانية، إن هي بتعمل إعداد للاعب من خلال المنافسة. طب إزاي إن احنا بنعمل إعداد للاعب من خلال المنافسة؟ إن احنا عندنا الفرق حاجة والأكاديمية حاجة. الأكاديمية بنعلم فيها المهارات وفق برنامج أو وفق منهج الأكاديمية للبراعم. أما ننتقل للفرقة، الفرقة فيها بعض الأمور اللي هو نموذج اللعب بقى، لنا طريقة لعب معينة بنشتغل بيها، لنا فكر المدرب بنضعه في الاعتبار، في قدرات لاعبين، في برنامج المدرب بيضعه من خلال النموذج اللي احنا حاطينه، نموذج اللعب اللي احنا واضعينه، وتم شرحه في بداية الموسم للمدربين، وتم تطويره عن السنة اللي فاتت في حضور كل المدربين. بالإضافة بقى ان المدربين بقى عندهم خبرات
كبيره جدا من خلال اللي موجودين. يعني احنا عندنا مدربين على اعلى مستوى، مدربين بقى لهم 10 سنين في المجال معانا، وحتى في استقطابنا المدربين مش اي مدرب بيبقى موجود معانا، لا ده بيبقى مدرب ذو اخلاق، ذو فكر، بينفذ. يعني احنا يمكن اخر 2 داخلين معانا استاذ دكتور محمود الإيراني، واستاذ في جامعه بنها في كليه التربيه الرياضيه، حاجه بتشرف الاكاديميه، ومدرب كبير نقدر نستفيد منه من الناحيه العلميه ومن ناحيه الخبره اللي بيتميز بيها. ايضا الكابتن حسن السندبيسي كان احد المدربين اللي لسه هيخش معانا خلال الاسبوع الجاي، وهيتم تفهمه للنموذج اللعب اللي موجود. اما باقي اللي موجودين بقى معانا الكابتن شريف قاسم، احد اهم الصخره بتاعه الاكاديميه اللي موجود معانا، اللي هو الاساس بتاعنا، ومعانا الكابتن محمود راشد والكابتن خالد والكابتن ابراهيم، دول الاساس، والكابتن محمد الشهدي اللي يعتبر مشرف العام على الاكاديميه، اللي بيتابع بقى البرنامج بيتنفذ ازاي، وبيتابع المدربين وشغل المدربين، عشان في الاخر نشوف ايه النواقص ونبدا نديها لهم من خلال برنامج تدريبي. على الجانب الاداري كابتن رضا وكابتن شيماء. تدريبات البرايفت بقى هتبقى بالشكل الحقيقي، مش اللي موجود ان المدرب ياخد 1 ولا 2 وشويه شغل وشويه تصوير وكلام من ده. لا، احنا الكلام ده مش هيبقى موجود، احنا هيبقى فيه شكل مختلف مش هنعلن عنه بقى الا في وقته ان شاء الله. في برنامج فعليا موجود ل6 اسابيع، في برنامج ل8 اسابيع، في برنامج ل12 اسبوع، في برامج فرديه للاعب، في برامج ذهنيه، وده هيبقى جديد في عالم كرة القدم هنا في المنوفية ان شاء الله. كل اللي انا بقوله ده هيكون تحت عين الناس، تحت عين اللاعبين. هيبقى فيه طفرة فنية غير عادية بمحافظة المنوفية هنا عن طريق ملعب الشورى بنادي غزل شبين الكوم. ان شاء الله ربنا يوفقنا ان احنا نحقق الرؤية بتاعتنا، وهي نجم في كل بيت. ونجم في كل بيت هي ملخصها ان احنا عايزين اللاعب يكون نجم في كرة القدم، نجم في بيته، نجم في الدراسة، نجم في اخلاقه ما بين زمايله، نجم في علاقاته الاجتماعية، نجم في كل شيء. فاحنا بنقول رؤيتنا نجم في كل بيت.